حتى وصلنا لواحد الساحه تنصيبوا فيها واحد الكيطون، ماشي كيطون تقليدي، كيطون بحال اللي تيبنيو هذوك الممولين بني، وقدامه واحد داك الكيطون اللي تيكونوا بحال تيكونوا في الحفلات، لا الشابو ديالهم والرجلين ديالهم تحت منهم شوالي وكذا، واعلام المغرب، وشي محلات ديال الضوء عاد تصاوبوا باقيين جداد. ايوا وقدامنا بعيدين علينا بواحد 30 متر كاين الاعلام ديال الجزائر، والجزائريين دايرين واحد الصنادق ديال اللوح كبار فوق منهم كاميرات، وهذيك الكاميرات الكبيره ديال النقل المباشر. معنى هذا معنى ان غتكون شي حاجه بيننا وبين الجزائر حنا ما عارفينهاش، وحنا جبنا لها الكاميرات الصغيره ديال الافلام اللي خصها تجي للرباط وتحمض وتاخذ الوقت، وهما ماجيين بكار ديال النقل المباشر. معنى ان 3 الكاميرات فوق 3 الصنادق مقابلين لنا حنا، تيقلبوا لنا في الحوايج ديالنا، يمكن لهم بزوم يشوفوا اللي بغاو وحنا ما عندناش. هذه دائما كانت حنا عندنا في التلفزيون، ما تيهتموش بالتلفزيون، حتى من بعد عاد تيقول لك علاش ما درتيش على محل. وقفنا حنا ما عرفنا ما نديرو، تنعينوا شنو غادي يطرى الله اعلم. واحد الساعه وصل سيدنا، دخل الخيمه ديالو، جلس فيها واحد 4 ساعات 3 ساعه مع الوحده يقسم ولا شي حاجه بحال هكذا، خرج جلابه والطربوش وبدا غادي للجزائر، حدود الجزائر. هذا واحد الخط. قلنا الله، انا بعدا في السيت تنقول الله سيدنا غادي بوحدك مع كارد كور مع عسكري معاك لا حتى شي حاجه، غادي بالجلابه ديالو وقف. هذوك تشوفوا داك الكاميرات دازوا عليه تيصوروه، غنعرفوا من بعد بان الكاميرات كانوا تينقلوا للجزائر العاصمه للمخابرات باش يتبعوا شنو كاين في هذاك المنطقه، ولكن هذه نعرفوها فيما بعد. بقى واقف نقول لكم واحد 4-5 ديال الدقائق، وتيشوف بحال تينتظر شي واحد غادي يجي، ما جا حتى شي واحد. عيط لهم قال لهم اروا لي واحد الفوتيل، داروا له فوتيل جلس.